اوبا ولد يا ولد العيب. الله ينور. كيلو في اللحمه يا مي. ايه ده لوحه فنيه دي ولا مش لوحه فنيه؟ كتف مشوي ورز خلطه. يلا بينا. اول حاجه طلبنا طلبات الوصفه كلها من سوبر ماركت جيوم. فتح فرع جديد جنب تشيل اوت الرحاب. كل حاجه هتحتاجوها هتلاقوها موجوده في سوبر ماركت جيوم. دواجن، لحوم، اسماك. عندهم قسم كبير للمخبوزات، عندهم قسم كبير لو عاملين دايت هتلاقوا كل حاجه الدايت موجوده. عندهم اكلات انترناشونال، الحاجات المستورده كلها موجوده عندهم. عايزين بتدوروا على حاجات الادوات المنزليه برده عندهم قسم كبير للادوات المنزليه. تقدروا تطلبوهم دليفري، احنا طلبناهم دليفري جولنا في وقت قياسي، او تقدروا تطلبوها عن طريق انستا شوب. يلا بينا. اول حاجه هطلع بقى طلبات الوصفه كلها قدامي عشان نشتغل بنظام كده. بصوا بقى يا جماعه، طلبت الكتف من سوبر ماركت جيوم، هتلاقوا عندهم قسم كبير لللحوم. نعمل بقى مع بعض كتف خطير. بصوا يا جماعه، هفرم 2 كيوي في الكبه عشان الانسجه بتاعت اللحمه بتخليها طريه. ما تقلقوش، مش هتحسوا بطعم الكيوي خالص، جربوها على ضمانتي. نقطع خضارنا طرنشات، البصل والثوم والفلفل والطماطم. يلا بينا. بصوا يا جماعه، ما شاء الله شكل اللحمه قبل ما نعملها خطير ازاي. ما شاء الله. لا، وما تقطعوا بفن. ونتبل بقى ملح وفلفل. ملح فلفل. كل حته في اللحمه لازم يبقى عليها ملح وفلفل اسود. بنتبل بزيت زيتون، بس لما نيجي هنشوح معاها زبده. صح يا بابا؟ الله ينور طبعا، رئيس القسم. بس حطينا بقى زيت زيتون. دلوقتي ندخل على مرحله المساج. لازم اللحمه دي نعمل لها مساج مع الملح والفلفل الاسود والزيت زيتون. بصراحه قطعيه هايله. ثانيه بقى. ثانيه ايه؟ هزود انا بقى ورشستر صوص وصويا صوص. لا انا ماليش في الحاجات دي، انا ليا في الملح والفلفل لما ايه. معلقه من الورشستر صوص ومعلقه من الصويا صوص والكيوي. والله العظيم هيودي طعم اللحمه يا بابا في حته ثانيه. مش هنحط كتير بس بتفرق في الطعم قوي يا بابا. وعايزه اقول لكم يا جماعه، حرفيا اي صوص ممكن تكونوا بتدوروا عليه هتلاقوه موجود في سوبر ماركت جيوم. عندهم تشكيله كبيره جدا من الصوصات. ورشستر صوص. اسمه ايه؟ ورشستر صوص. ايه؟ حاجه بسيطه قوي قوي قوي. متقلقش. كيلو في اللحمه يا مي. بس كفايه والله، ما هتحس بيها وتخليها زبده. عارفه يعني ايه زبده؟ انا اول مره في حياتي اشوفها بصراحه. ودلوقتي بقى يا جماعه هنسيب اللحمه في التتبيله دي ساعه على الاقل. جاهز بقى الصينيه ايه اللي هتخش في الفرن. الفويل الاول في الصينيه من أيوة. تحت الصاج يفضل نظيف يعني. نعمل الفويل، هنعمل فيه اللحمه نعملها حته واحده طويله بحيث تحكميه في القفله. ماشي زي كده. وسطن الفويل كده في النص، ورق الزبده نفس الطول. اديني بقى كده. نعملها بالميه عشان ايه؟ نعصره من الميه. عايز طول الدايت، ما لازم كده عشان الاكل يطلع صح. مشينا كده اهو اهو. هات التوم. يلا. احنا أيوة. بنزود البصل والثوم قوي 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 زي قوي. ما انتوا عايزين. في الحامي بالفلفل والجزر. والفلفل الرومي والجزر. والله العظيم حاجه تفتح النفس بجد. ملح وفلفل حجوج. طماطم. صح. العفو. الطماطم مش كتير بقى عشان ما تبقاش أيوة. مطبوخه. ملح وفلفل. ملح. الاكله باين طعمها من قبل ما تستوي. سيب اللحمه وناكل بالعيش. بابا بقول لك ايه، نحط حبايه ورق لورا. احنا ممكن نقلبها وممكن نسيبها كده. انا رايي نقلبها. حاضر. ليه نقلبها؟ عشان يبقى شكلها احلى. تاخد اطعمه بعض كده. ماشي صح. مش عايزين نبهدلها. مش عايز. بالظبط كده. نستخسر شكلها. وانا اعمل ايه؟ بالراحه. بص ايوه، مربع مربع. ماشي. نشوح بقى اللحمه، وبعد ما نشوحها نروح منزلينها بقى ايه؟ على اللوحه الفنيه دي. ايوه. معلقه من زيت الزيتون. يا جماعه بصوا، احنا حطينا كمان حبه من الزيت العادي عشان زيت الزيتون لوحده مش بيستحمل الحراره. اهم حاجه يا جماعه ما ننزلش الزبده دلوقتي. احنا هننزل اللحمه الاول، بعد كده بعد ما نحس انها بدات تاخد لون بنبتدي ننزل الزبده. تديها بقى ايه، تكون جوسي كده من جوه وتديها لون حلو وتديها طعم خطير. بسم الله الرحمن الرحيم. هتطلع على طول. ما شاء الله بجد اللحمه يعني شكلها بيتكلم من قبل ما تستوي. الريحه عشان الريحه. شفت بقى؟ ما شاء الله. حد بيعمل اكل قمر كده. ننزل بقى قطعه الزبده دلوقتي. الله ينور. الله ينور. خلص بقى تشويح اللحمه ونوريكم في الاخر واحنا نحطها في الصينيه. بسم الله. كده ورقه الزبده. قفلنا كده اهي خلاص. اول ورقه زبده. دي بقى اللي هتحكمها ايه؟ زياده. ليه بقى؟ كل ما يبقاش فيها نفس تستوي من احلى ما يكون. فيها تهويه مش هتستوي صح. نخش دي كده. وفي نفس الوقت حافظي على الصينيه نظيفه من الارضيه اللي اتعملت. دلوقتي بقى ندخلها الفرن على درجه حراره 180 من ساعتين لساعتين ونص. نسيب لها وقت براحتها خالص عشان تطلع دايبه معانا وخطيره. اهم حاجه تكون ايه؟ دايبه. يلا بينا. الفرن بتاعي طبعا سخنته الاول. اهم حاجه ندخلها بقى الفرن وننساها.
الرز البسمتي نغسله. عايزه اقول لكم ان نوع الرز البسمتي ده اكتر نوع بنحبه، بس ما كناش بنلاقيه في اي حته في مصر، ولقيناه في سوبر ماركت جيون. جبنا حله على النار وبعدين نحط الزيت. البسمتي بيحب الزيت. نستنى بقى الزيت يسخن. دلوقتي بقى هننزل بصلايه لكل كيس رز بسمتي تكون كبيره، تكون متقطعه على الايد مش مضروبه في الكبه عشان ما تاخدش وقت معانا في التحمير. نحمر بقى فيه كويس. مش هنزل اي حاجه على البصل الا لما البصل يبتدي ياخد لون. دلوقتي يا جماعه بعد ما البصله اتمرت كده معانا، يعني خلاص اتحمرت، بصوا مش ايوه شايفين كده. بعد ما اتحمرت كده نروح نازلين بالجزرايه مبشوره. ولا هتحسوا بالجزر ولا اي حاجه، هتحسوا بس بطعم خطير ولون خطير. بهارات وملح وفلفل اسمر. هكتبها لكم تحت الفيديو. اهم مكون في رز الخلطه القرفه الاعواد دي برده جبتها من سوبر ماركت جيون. عشان من الريحه بقى، عشان ريحه القرفه بقى. القرفه عملت ايه؟ بص اللون. ايوه يا جماعه، دوقوا بقى احلى رز خلطه. والله انا اول مره احضر حاجه دي بكل سهوله. يعني في ناس بتبقى فاكره ان رز الخلطه ده قصه، ده شبه اللي بناكله في مثلا في الافراح، في الفنادق، اللي هو بيبقى تحت الديك الرومي تحت اللحمه. دلوقتي يا جماعه عشان نسقي الرز في تو اوبشنز، يا اما يكون عندكم شوربه طبعا هتبقى احسن، ولو ما عندكوش شوربه بقى اعملوا اللي انا عاملاه ده. دي كوبايه ميه مغليه حطيت فيها 2 من المرقه وقطعه من الزبده الصفراء، هتخلي الرز غني كده شويه احسن ما تحطوا ميه مغليه بس. بقول لك يا استاذه حبيبي نقعد نقلب بقى يا بنات لحد ما ايه، نحس ان خلاص كل حاجه بقت طريه. بصوا بعد ما وصلت بقى للون الخطير ده نبتدي ننزل دلوقتي ده لون حكايه الرز. بسم الله الرحمن الرحيم. مغسول مش منقوع. نقلب بقى كله مع بعض، الرز كده مع البصل مع الجزر مع البهارات تحت لفوق. بصوا بقى يا جماعه، حطيت كوبايه الشوربه اللي انا وريتها لكم، وبعدين هنحط دلوقتي ميه مغليه. لكل كوبايه رز بسمتي هنحط كوبايتين من الميه المغليه او من الشوربه، واحنا هنحط بالايه؟ بالبركه. بالبركه. بسم الله. من اول المرحله دي دلوقتي مش هنقلبه خالص، هيغلي يبتدي بقى يطلع 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 يطلع. بعد كده نوطي النار. في الهواء بقى ايه تبرد بسرعه كده. بس بصوا يا جماعه ما شاء الله اللحمه عامله ازاي. استوت خلاص. اوبا ما شاء الله ما شاء الله، حاجه كده مش طبيعيه ما شاء الله، منظر فظيع. نديها لون بقى تحت الشوايه كده عشان تبقى عظيمه. دلوقتي بقى يا جماعه خلاص الرز يعني خلص، بس انا يعني طفيت عليه ما غرفتوش. هحمر بقى مكسرات، شويه زبيب وشويه من اللوز، كل حاجه جايباها من سوبر ماركت جيون. عايزه معلقه زيت، ما شاء الله يعني حاجه كده ايه. ننزل بالمكسرات بقى. ايه الحلاوه دي؟ الله اكبر. ايه ده؟ بص 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 يا لهوي على الحلاوه يا لهوي. كتف بقى ايه عالمي كما قال الكتاب. هنستناكم تجربوها. باي باي. بصوا يا جماعه الرز مفلفل وخطير ازاي. بصوا اللحمه دايبه حرفيا ازاي.